هنعمل فراخ مشوية وهنعمل رز بالكاري. الرز انا مش هعمل بسمتي، هعمل رز مصري عادي قصير الحبة. اللي حابب يعمله بسمتي هو بنفس الطريقة، بس انا حبيت اغير قلت اعمل رز عادي مصري، مفيش مشكلة، هي اساسها بسمتي بس احنا هنعمل بالمصري. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس اختار الكل علشان يوصلكوا كل جديد. هنعمل التتبيلة هنا. هنجيب حبايتين طماطم كبار بس انا شايله منهم البذور، لو انتوا حابين تحطوهم بالبذور براحتكم. هنا حبتين طماطم كبار، وهنضيف عليهم كمان بصلايه كبيره، بصل احمر بصل اصفر حسب اللي موجود عندكم، وهنضيف 5 فص توم. البصلايه هنا انا هقطعها عادي بالسكينه، يعني شرايح كده صغيره علشان لما تتفرم معايا بسرعه، لان انا مش هصفي التتبيله عايزاها زي ما هي. طبعا في هنا تشكيله بهارات هكتبها لكم طبعا في صندوق الوصف. الفرخه اللي انا مستعملاها، وزن الفرخة هنا معايا 1.5 كيلو، ممكن تجيبي كيلو ربع. الفراخ دايما بتحب البهارات، من غير البهارات على فكرة ما بيبقاش لها طعم. وضفت كمان هنا معلقة كاتشب ومعلقة صلصة طماطم، انتوا عايزين تجيبوا معلب اوكي، انا كله ده عاملاه في البيت. وهنضيف هنا عصير ليمونة، وهنضيف معلقتين خل، خلوا الخل معلقتين بلاش معلقة. بالنسبة للملح هنا انا ضايفة معلقة كبيرة ملح، ويدوب كانت الفرخة ملحها كويس قوي، لان الفراخ مش بيحوق فيها البهارات سبحان الله، ما اعرفش ليه. تديها ما تديها بهارات ما تعرفيش ليه. ضفت كمان هنا معلقة هريسة فلفل بارد برضو مش شطة، فهنا في المرحلة دي اللي حابب يضيف شطة يضيف. بقى هنضيف ايه بقى؟ هنضيف ربع كوباية مية. ليه مية؟ علشان نعرف نضرب المكونات دي كلها مع بعض. قبل المية انا هضيف ربع كوباية زبادي، بعد ما اضيف الزبادي هضيف المية، وبعدين هخلطهم كلهم مع بعض وهوريكم الشكل النهائي. الفرخة طبعا اغسلوها كويس قوي ونقعوها في مية، انا كنت نقعها في مية وملح وخل وليمون بس، ما ضفتش حاجه تاني اكتر من كده، سبتها في الميه لما بقت نظيفه وريحتها بقت زي الفل. دايما الفراخ لما تيجوا تغسلوها اعصروا عليها ليمون ورموه بقشره، بيطلع اي ريحه زفاره موجوده في الفراخ. بعدين هننزل عليها في التتبيله. حابين تخلوا التتبيله على الفرخه كده وهي في الصينيه وتغطوها بكيس وتدخلوها التلاجة، تمام. حابين تحطوا الفرخه جوه الكيس وتتبليها جوه الكيس، تمام، براحتكم، ده او ده اللي انتوا حابينه. جوه الكيس كمان حلو، ليه؟ التتبيله كلها هتتغلغل جوه الفرخه، وكل ما نتبلها من الليل افضل. طبعا حطيتها في الكيس على اساس تقعد في التتبيله فتره اطول. هاجي تاني يوم بقى علشان ادخلها الفرن، جبت شبكه حطيتها فوق الصاج وحطيت عليها الفرخه بتاعتي. خلوا بالكم احنا ضفنا في التتبيله 3 معالق زيت، انا نسيت اقول عليهم دول، لان الزيت هنا مع الفراخ بيخلي لونها حلو جدا. هنيجي قبل ما ندخلها الفرن هنا على درجه حراره 230 بنغطيها بورقه زبده وفوقيها ورقه فويل. هتاخد في الفرن قد ايه؟ هتاخد معاكي ساعة بالظبط، هتاخدي فراخ زبدة. هنيجي نعمل الرز هنا. جبت حلة نزلت فيها معلقة زيت ونزلت ببصلاية صغيرة، ونزلت هنا بورقة غار، وهضيف عليه كمان قرفة، يعني قطعة قرفة خشب، وهضيف 3 كده مسمار، وهضيف معاهم كمان حبهان، وانا ضفت اصلا حبهان هنا بس حبهان ناعم حاجه بسيطه يعني مش كتير. اللي حابب يضيف حبهان فص صحيح يضيف مفيش مشكله. القرنفل هنا ده شيء اساسي. بالنسبه للكاري بقى مش بنضيفه في البدايه، ليه؟ الكركم والكاري ما ينفعش يتضاف في الاول، هيمرر معاكم، بيتضاف بعدين لما ننزل بالرز. في اضافه تاني بس انا ما ضفتهاش، اللي حابب ينزل بمعلقه صلصه ينزل بمعلقه صلصه في الفتره دي، بيخلي طعم الرز حلو قوي، بس انا نسيت اضيف صلصه اصلا. رمضان بقى وتعب ومع الاطفال والزعاق فالواحد بينسى اساسا. هنا هنقلب كده الرز بتاعنا وهنضيف عليه دي معلقه الكاري، وهنضيف عليه معلقه بهارات مشكله. الكاري ما تزودوش، بس هي معلقه صغيره ممسوحه مش اكتر من كده. بعدين هنقلب الرز بتاعنا وهنضيف بقى عليه ملح والميه. الرز هنا قد ايه؟ انا كنت عامله كوبايتين كبار رز، هضيف لهم كوبايتين شوربه، اللي حابب يسوي بالميه يسوي بالميه. وهنا الكاري ما تزودهوش لان الكاري مشطشط، يعني هياكله طفل مش هيعرف ياكله. حقاش لو الطفل بيحب الشطه خلاص براحتكم، لكن هو الكاري ما ينفعش نزوده علشان ما يشطشطش معانا برضو حرام. كده بعد ما ضفت الشوربة بس كده خلاص تمام الحمد لله. هغطي الحلة وهوطي النار خالص وهحط الشياطة. كده الرز بتاعنا استوى، انا غرفته في السيرفيس وحطيت عليه الفراخ بعد ما اتشوت في الفرن وطلعت الفراخ طرية جدا. نسيت اقول لكم الفراخ لازم نعمل فيها شقوق بالسكينة علشان التتبيلة هتدخل جوه. انا بعد لما شلت الورق بتاع الفويل من الفرخة دهنتها بالفرشة من الخليط اللي احنا كنا نقعينها فيه بتاع التتبيلة، وشغلت الشواية اخدت اللون ده معايا.
وبس كده، واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.